صباح الخير. اليوم ان شاء الله نقادو كيك شوكولا اللي انا متاكده الا جربتوه غيعجبكم بزاف، سيرتو انه كتر من سهل ولكن المذاق لا يقاوم. كيك شوكولا اللي كيعجب كل شيء وممكن نقادوه في اي وقت حيت المقادير ديالو غالبا كيكونوا موجودين عندنا في المطبخ. مع كويس ديال القهوه ولا اتاي غتوليو مدمنين عليه بكثرة ما انه لذيذ ورطب وكله شوكولا وكيدوب في الفم. وكالعاده غنقادوه بدون تعقيدات، واللي اول مره غيصاوبو ما غيلقاش فيه صعوبه. الكيك ما غنعتمدوش يكون عالي الحجم باش هكا كيكون معلك بالشوكولا اكثر. اما الغاناش ولا لاصوص الشوكولا اللي غنديرو من الفوق حتى هو غيكون سهل وبدون كريمه. ودابا غندوزو لطريقه تحضير الكيك. غنخدمو فقط بجوج بيضات متوسطين بدرجه حراره المطبخ، كاس ديال سنيده، وغنطربوه مزيان بالطراب الكهربائي. دابا غنزيدو كاس ديال الزيت، نفس الكاس باش كنعبرو كاع المقادير ديال الكيك. غنضيفوه غير شويه بشويه وحنايا كنطربو. ودابا غنزيد كاس ديال الحليب اللي كيخلي الكيك يكون رطب. ساشي ديال الفاني. وكيف ما كتلاحظوا كنحاول نطرب اي مكون زدتو على الخليط. ودابا صافي غنكمل باقي المكونات غير بالطراب اليدوي. جوج ساشي ديال الخميره وضروري كنغربلوهم. وبنفس الكاس كنضيفو جوج كيسان ديال الدقيق الابيض او الفورس، جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، وكنغربلو كلشي. ونبقاو نخلطو مزيان حتى كنحصلوا على هذا القوام. وبالنسبه للمول اللي غنخدمو فيه انا ديجا دهنتو بالزيت ورشيتو بالدقيق ودخلتو المجمد باش ملي الكيك يطيب ما يلصقش فيه. دابا غنخويو الخليط. وهنا كاضافه زدت عليها لي بيبي شوكولا، ممكن انكم ديروا شوكولاط مقطع على حسب اشنو متوفر عندكم. وفي الاخير كندخلوا الكيك للفرن اللي ديجا سخون على درجه حراره 180. غنخليوه تقريبا مده 40 دقيقه. من بعد ما طاب الكيك فما نقول لكم على الرائحه ديالو والشوكولا اللي فيه صراحه كتشهي. وباش نتاكدوا بانه طاب مزيان كندخلوا فيه سكين وهكا كنخرجوه تيكون ناشف، وكنتقبوا الكيك كله باش ملي كنسقيوه الكيك تيتشرب. دابا غنخليوه يبرد على خاطرو وغادي ندوزو نحضروا الغاناش. بالنسبه للغاناش ولا لاصوص الشوكولا اللي غنخدموا بها غنحتاجوا الشوكولا بالكميه اللي بغينا، ونص كاس ديال الحليب يكون سخون بزاف اللي يخلي الشوكولا تذوب، وهنا زدت عليه واحد معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وهذه تبقى حاجه اختياريه غير هو داك لوغو تاع الكافي كيجي زوين مع الشوكولا. وكنحركوه مزيان باش داك الشوكولا تيذوب.
ومن بعد ما داب مزيان غنهزو كميه ديال 4 كاس نسقيو به الكيك، واللي بقى غنردوه غاناش. وهنا زدت كميه من الشوكولا باش هكا لاصوص ديالنا كتعقد. غنزيد معلقه كبيره ديال زيت المائده اللي كتعطي الكاناش واحد اللمعه زوينه، وكنحركوه مزيان ونخليوها ترتاح باش تتعقد على خاطرها. ودابا كنسقيو الكيك بهذاك 4 كاس اللي ديجا عزلناه من هذيك لاصوص. ودابا الكيك كيف ما كتشوفوه تيكون بهذا الحجم، ما كيكونش عالي باش لوغو ديال الشوكولات كيكون غالب عليه. ودابا غنديرو فوق منه لاصوص كراميل، وهذه كتبقى اختياريه، غير هي كتزيد عليه واحد التعليكه بنينه. وانا عزيز عليا نزيد هاد لاصوص في كاع الكيك ديالي. وغنزيدو عليه الكاناج بعد ما عقد. كنزينو بشوكولا فيرميسيل او لا بيبي شوكولا او لا شوكولا مقطع على حسب اشنو متوفر عندنا. بعد ما كملنا الكيك الشوكولا ديالنا، شوفوا شكلها كيفاش كيطلع، بلان شوكولا رطبه وسهله التحضير. وكيف ما شفتوا دغيا كتوجد، ما خداتش منا وقت طويل. ممكن نوجدوها في مناسبات اولا في اي وقت شهيناها. المذاق ديالها والرائحه ديالها صراحه لا تقاوم. كنتمنى انكم تجربوها حيت اكيد غادي تعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو كالعادة كنتمنى أنكم ديروا اشتراك للقناة باش دائما يوصلكم كل جديد. ودابا غنقول لكم بالصحة والراحة، وإلى فيديو جاي إن شاء الله.